امبارح بعد الماتش لما كانت الناس بتسأل هو مين مان اوف ذا ماتش الحقيقه من الاهلي، الحقيقه انا كان خياري واختياري الاول هو عن قناعه كامله هو مصطفى شوبير. مصطفى شوبير مع كامل احترامي للجون والاسيست بتاع قفشه والجون والاسيست بتاع امام، لكن مصطفى شوبير انا شايفه ان هو كان الاكثر تاثيرا في فرقه الاهلي امبارح. مصطفى عمل جيم كويس جدا، تصدى لكوره زيزو، تصدى لكوره مصطفى شلبي الشوط الاول، كل الكور العرضيه اللي اتعملت امبارح على الزمالك، في واحده من فتوح لعبه كويس جدا حط فيها ايديه غير اتجاهها شويه، كانت كره قويه اكتر من كره، ظهر بشكل كويس جدا. ده امتداد لتالق مصطفى شوبير الحقيقه بنسبه كبيره جدا من يوم ما اصابه محمد الشناوي. لك ان تتخيل ان الاهلي اعتقد والجماهير وكل الناس اللي بتتفرج على الكوره في مصر بقت على يقين ان مصطفى شوبير حارس مطمئن. مصطفى شوبير 3 مباريات في افريقيا 0 اهداف، بلوزداد وميدياما ويانج افريكانز ما استقبلش غير جون من ضربه جزاء في وليديه المحله. امبارح لعب جيم كبير جدا قدام الزمالك، تشعر انه ليدر كده، تشعر ان الراجل اللي واقف عنده شخصيه، حارس كبير اتولد كبير. هل مصطفى شوبير يعني كده مش هيغلط؟ اي حارس مرمى في الدنيا هيغلط عشان نبقى متفقين، الشناوي بيغلط، عواد بيغلط، صبحي بيغلط، الشناوي بيراميدز، فبالتالي مصطفى شوبير هو كمان هيغلط. لكن في المجمل اعتقد ان مصطفى شوبير طمن الناس كلها من جماهير النادي الاهلي، واعتقد ان الطبيعي والمنطقي ان مصطفى شوبير يكون موجود في تشكيله منتخب مصر الجايه في التجمع بتاع مارس، لان مصطفى عامل ماتشات كبيره جدا وماتشات كويسه جدا. الراجل اتولد حارس مرمى كبير، اترمى في النار في ماتش الوداد بتاع فاينل افريقيا، وبعدين لعب ماتش سوبر الابطال اللي هو بالمناسبه غلط فيه الغلطه بتاعت الجون، ولكن تعافى منها بسرعه من يوم ما الشناوي اتصاب لغايه دلوقتي. لعب ماتشين مهمين جدا، وكانت الناس دايما بتقول ان مصطفى شوبير بعد ما الاهلي جاب الزنفولي عنده تحديين صعبين جدا، اختبار بلوزداد في الجزائر وهو تألق جدا في ملعب صعب قدام جماهير تانية كبيره جدا، وماتش نهائي الكاس، ماتش ديربي قدام الزمالك، ملعب متقفل، سبوت مرعب. ولكن مصطفى شوبير بالنسبه لي كان افضل لعيبه الاهلي، نجح في كل اختباراته وماشي بخطى ثابته انه يبقى مشروع لحارس مرمى كبير للاهلي وبالتالي لمنتخب مصر.